السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا في وظائف زمان الغيبة، وإنما أقول وظائف لأن المؤمن الموالي المنتظر المعتقد بإمام زمانه لا بد وأن يعرف تكليفه. أنتم تعرفون في عالم الحروب قبل الذهاب إلى جبهة القتال القائد يجتمع مع مجموعته ويبين لهم الوظائف، وإلا لو أن كل جندي قام بهجوم هنا وهذا قام بهجوم هناك لا يتحقق النصر في هذا المجال. فنحن في زمان الغيبة نعتقد أن هناك إمام، هذا الإمام له علينا حق الطاعة، له علينا حق الولاية، هو من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن مأمورون بمودته. ومن هنا لزم علينا أن نعرف تكليفنا تجاه هذا الوجود الشريف الذي يدعو لنا في زمان الغيبة. وهنيئا كما قلنا في حديث سابق لمن دعا له إمام زمانه بالاسم. من وظائف زمان الغيبة لو جعلنا خطب الجمعة في طوال السنة حول وظائفنا في زمان الغيبة لكان الأمر في محله، حديث استراتيجي، حديث عملي، حديث ميداني يتعلق بإمام حاضر حي وله ثمرة عملية. أنا دائما أقول لإخواني الخطباء لزملائي من العلماء الكرام الحديث النافع هو الذي يترجم من الباب فما بعد، وإلا حديث نظري أكاديمي اصطلاحات فلسفية وعرفانية وغيرها ولا يحرك في الحياة ساكنا، هذا الحديث لا ثمرة له. ماذا نفعل في زمان الغيبة؟ في كل أسبوع نذكر وظيفة وظيفتين. هذا اليوم أيضا فيما تبقى من الوقت نذكر إن شاء الله وظيفتين أو وظيفة حسب ما يسع الوقت. من وظائف زمان الغيبة إخواني التكافل الاجتماعي. المؤمن نظرته للوجود نظرة متميزة. هذا التعبير لو أنه لم يصدر من المعصوم لكان التعبير غريبا نشازا، ولكن المعصوم هو الناطق باسم رب العالمين. المعصوم في الواقع عند القرآن عندما يقول إنما يتكلم عن الله عز وجل. انظروا إلى هذا التعبير، حقيقة هذا التعبير لو جعل في قاعة الأمم المتحدة لكان الحديث ينفع الجميع على اختلاف أديانهم. الخلق عيال الله. كيف يقال فلان عيال فلان؟ بمعنى يعولهم، بمعنى يتبنى شؤونهم. وأنتم تعرفون في ليلة العيد في زكاة الفطرة يقولون لو كان الضيف يعد من عيالك يجب عليك ماذا؟ دفع زكاة الفطرة. الخلق كلهم عيال الله، أنفعهم أو أقربهم إلى الله عز وجل أنفعهم لعل بهذه المضامين لعيال الله عز وجل. إذا نظرنا إلى الناس بهذا المنظار في الواقع تتحول عملية التفاعل الاجتماعي مع الغير. أولا التحمل، هذا الخلق هذا عيال الله، هذا منسوب إلى الله عز وجل، فإن بدرت منه هفوة المؤمن يتحمل. قلنا لإخواني دائما وأبدا في علاقاتكم الزوجية الأسرية الاجتماعية في مقفل العمل دائما انظر إلى الشق النوراني من الطرف المقابل. الزوجة اليوم أساءت التعامل معك، رفعت عليك صوتها، ولكن انظر إلى إيمانها، إلى عبادتها، إلى عفتها، لها نقاط إيجابية في الحياة. وبتعبير علماء النفس لا تنظر إلى النصف الفارغ من الكأس بل انظر إلى النصف الممتلئ. كأس فيه نصف ماء، هناك نصف فارغ وهنالك نصف ممتلئ. لماذا تصف دائما النصف الفارغ؟ لماذا تذكر الزوجة والغير بنصفها الفارغ؟ اذكرها بنصفها الممتلئ. فإذا الذي ينظر إلى الخلق على أنهم عيال الله عز وجل
في الواقع يتسع صدره لهؤلاء. وهذه سمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعامله مع أعتى الكفار في زمانه: اهد قومي إلى آخره، تحمل منهم ما تحمل. هذه ثمرة الاعتقاد بأن الخلق عيال الله. من ثمار الاعتقاد في الواقع سد النواقص الاجتماعية. ليس الأمر، كونوا معي إخواني جيدا في هذه النقطة، ليس الأمر محصورا دائما في بذل المال. حتى الإنسان يقول ليس عندي مال زائد، أو ليس هنالك من أعطيه مالا. حقيقة من النعم الكبرى في هذا البلد، نعمة يشكر عليه رب العالمين، أن الإنسان إذا أراد أن يجد فقيرا لا بد وأن يبحث ولو إجمالا. الأمر يحتاج إلى بحث. فقد تقول أن الفقير الشرعي بالمعنى الدقيق قد لا نجده، أو أنت إنسان لست في مستوى الإنفاق على الغير. أو تعلم أن من أفضل صور الإنفاق المجاني، وأنا أعتقد أن زخم هذا العمل، وأعني بالزخم الدفع، قوة العمل عند الله أشرف بكثير من المال الذي تدفعه. وما هو في الواقع جبر الأنفس المنكسرة. مؤمن ثري قد يكون له ما له من الأملاك، ساكن في قصر، وبالفعل أنا زرت بعض الإخوان بيوتهم تشبه القصور، أو هو في الواقع هي قصور، ولكن لا يكاد يبتسم. إنسان مليء بالهموم من رأسه إلى قدمه. هذا الإنسان أهل تصدق. هذا الإنسان بتعبيرنا الدارج يكسر الخاطر. هذا الإنسان عليك أن تدعمه نفسيا، عنده مشكلة في حياته. من صور التكافل الاجتماعي أن تبحث حولك عن القلوب المنكسرة. ولهذا المؤمن عندما يريد أن يزور أحدا له أولويات. نحن عادة عندما نرتب الزيارات للأشخاص نذهب إلى من نرتاح إليه، من لنا معه عمل. إنسان موظف له رتبة عالية في الوزارة نزوره في الأسابيع في ديوانيته، لعله في يوم من الأيام نحتاج إليه فنقول أنا الذي كنت أزورك في سنوات كذا وكذا. جدول الأولويات: زر من تتقرب به إلى الله عز وجل. قلب منكسر أدخل عليه السرور ولو آنا. كونوا معي جيدا. قد الإنسان يزور إنسان عنده مشكلة مع زوجته، مشكلة عميقة، ولكن على الأقل هذه الليلة تدخل عليه السرور. أحد العلماء هو صرح لي قال: فلان أنا أعرف العالمين وكلاهما حقيقة يقتدى بهما. يقول فلان ذكر لي قال: فلان العالم في ليلة من الليالي زارني إلى الصباح وهو يتكلم معي بالكلام المضحك المرطب، ولعل في تلك الليلة ما صلى صلاة الليل. لماذا؟ يقول: حتى يدخل علي السرور. كنت مهموما عندي مشكلة فبقي معي لعل إلى قريب الصباح وهو يتكلم بالكلام المريح، يتقرب إلى الله عز وجل في ليلة من الليالي بإدخال السرور على أخيه ولو بإكثار المزاح بدلا من صلاة الليل. نعم، المؤمن هكذا. سمعتم مني، لعل البعض سمع مني، أنه نحن عشاق العبادة. البعض منا في أفضل التقادير من عشاق العبادة، وهذا خطأ. ليس المؤمن من عشاق العبادة. غير المؤمن من عشاق الهوى والشهوات، هذا لا كلام لنا معه. المؤمن المثالي ليس من عشاق العبادة، وإنما من عشاق العبودية. فرق بين العبادة وبين العبودية. في يوم جمعة وأنت من مواظبي صلاة الجمعة وقلبك يحترق لأن تكون في صفوف المصلين، ولكن ترى الزوجة في حالة نفسية كئيبة، تقول: يا رب أصلي في المنزل وأجلس بجوارها، لأن هذه مقتضى العبودية. نفسي تقول: تعبد، اعبد الله في المسجد
ولكن الله عز وجل يقول لي اجلس في المنزل وكن عبدا لي. وظيفتك الآن في هذه الساعة في هذه الجمعة أن تكون بجوار هذه المسكينة. فعليه نقول إخواني التواصل الاجتماعي بمعنى إدخال السرور على الأنفس. وإخواني إذا أردت أن تهدي إنسانا، البعض منا يقول فلان منحرف، فلان، بعض الأخوات المؤمنات يقاطعن غير ذوي الحجاب الشرعي، أو تعلم أن هذه المواقف، زيارتك له في المستشفى، إدخالك سرورا على قلبه، مقدمة لأن تدخل إلى عقله إلى فؤاده الكلمة الطيبة منك في ذلك الموقف يدخل في أعماقه. هذا ثانيا. وثالثا من آثار التواصل الاجتماعي في الواقع رفع المستوى الفكري والاعتقادي والشرعي لدى الغير. بعض العلماء له كلمة جميلة يقول المؤمن لا يجزم على الله عز وجل بدخول الجنة. بعض الناس يرى إلى حياته هو من حمائم المسجد، لا يفوت حجة، يقول ذهبت إلى الحج 40 سنة، بارك الله فيك، لا يفوت تخميسا ردا للمظالم، دفعا لمجهول المالك، صدقات جارية وغيرها. يقول يعني بعد ذلك أخاف من أي شيء، واجباتي أديتها، المحرمات لم أرتكبها. أقول مهلا مهلا، كيف تجزم على الله عز وجل؟ وهنالك أمر، هذا الأمر في الحياة إخواني من موجبات التشويش والخوف. في عائلتك، في محيطك العائلي كلهم عدول، هنالك هفوات اجتماعية، هنالك حجاب غير الشرعي. بعض الآباء يأتي إلى هذا المسجد أو الأمهات واقعا الشكوى في ترك الصلاة الواجبة لدى الأولاد. هذه منكرات. هل قمنا بواجبنا الشرعي في هذا المجال دفعا للمنكر أو أمرا للواجب؟ إذا رجعنا إلى حياتنا إخواني لا رأينا هناك تقصير كبير في هذا المجال في التكافل الاجتماعي من هذا الجانب. هذا في الواقع الحديث عن التكافل الاجتماعي وصوره يحتاج إلى حديث مفصل، ولكن البناء على الإشارات. وأخيرا أنقل لكم في هذا اليوم المبارك، يوم إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ذكرنا التكافل الاجتماعي لنتكلم عن حديث يتعلق بالذات. ورب العالمين يعلم أن عندما أتكلم عن الذات الإنسان يخجل من نفسه، أنه كيف سيلاقي ربه حقيقة بما هو عليه. لو تكاشفتم لما تدافنتم، شري إليك صاعد وخيرك إلي نازل. مناجاة الشاكين إخواني التزموا بها في قنوت صلواتكم. الإمام زين العابدين يقيم شكاوى ويقول شكاوى كثيرة: اللهم إني أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطايا ميالة، يشكو على عينه عينا عن البكاء من خوفك جامدة، يشكو الشيطان عدوا يضلني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي، أشكو إليك قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا. حقيقة حديث النفس والأرواح حديث ذو شجون. هذه الرواية عن إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه، رواياته قليلة، أنتم تعرفون غاب عن هذه الأمة في سن مبكرة. هنالك بعض ما وصلنا من خلال سفرائه الأربعة وبعض توقيعاته الشريفة، ستنهمر منه العلوم بفضل الله عز وجل عندما تثنى له الوسادة ويملأ الأرض قسطا وعدلا. ولكن هذا القليل الذي وصل إلينا لابد أن نحفظه بين أيدينا. ومن أخلص العبادة لله 40 صباحا، ومن أخلص العبادة، هذه مناقصة،
من أراد أن يشترك في هذه المناقصة بسم الله، مناقصة العمر، صفقة العمر، وصاحب الصفقة أو المقترح لهذه الصفقة حجة الله على الخلق. ذلك الإمام الذي في الزيارة، هذه التعابير إخواني أنا عندما أقرأها أنتعش بنفسي عندما نخاطبه صلوات الله وسلامه عليه: السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى، السلام عليك يا سيف الله الذي لا ينبو ونوره الذي لا يخبو. صاحب هذه الأوصاف يقول هذه الكلمات النورية: ومن أخلص العبادة لله 40 صباحا. ما هي النتيجة؟ ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. البعض منا يذهب إلى بلاد الغرب، إلى بلاد بعيدة 2 شهرين ليتعلم كيف يشغل جهازا طبيا مثلا. 40 يوم الإمام يقترح عليك 40 يوما. النفس بطبيعتها كسولة يا إخواني. حاول أن تخدع هذه النفس، تقول: يا نفسي أريد منك إجازة 40 يوما لتكوني مصداقا لهذا الحديث الشريف. أولا ما قال ظهر ينبوع الحكمة، ينابيع الحكمة. هذه الحكمة ضالة المؤمن، هذه الحكمة التي غبطها داود عندما رآها في عبد كلقمان الحكيم. هذه الحكمة لا تأتي من خلال الكتب ولا من خلال الحوزات العلمية ولا من خلال الجامعات. هذا العبد الفقير رأيت بنفسي في سنوات عمري الماضية قوم ليست عندهم القدرة على القراءة، ولكن إنسان أمي، ولكن إنسان عندما يتكلم تحب أن تبتلع الحكمة من فمه، يتكلم بعين الحكمة وكأنه متصل بعالم آخر. نعم، هذه الحكمة تعطى لمن أراد الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن الطريق إلى هذه الجائزة الكبرى أن نخلص العبادة لله 40 صباحا. لا نريد أن نعقد الأمر على الإخوان. الإخلاص 40 صباحا لا يلازم دائما المجاهدة. الإمام ما قال صم 40 يوما، ما قال قم الليل 40 ليلة، قال أخلص العبادة لله 40 صباحا. ولا مانع من 40 40 تمهيدية و40 حقيقية. في 40 تمهيدية: قل يا نفس أعطيك ما تريد من الحلال، كل ما في هذا الكون. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قبل أن تأكل هذا الحلال، قبل أن تمارس هذا الحلال، قل يا رب هذا لأتقوى بها على طاعتك. انتهى الأمر. كل أشهى الطعام، قل يا رب آكل الطعام الشهي مسميا حامدا وناويا، مسميا مبسملا أول الطعام وحامدا آخر الطعام وناويا أن أجعل هذا الطعام قوتا. أنام الليل لأقوم صباحا لعبادتك، أذهب للدوام لأكتسب المال الحلال لأغني بها عائلتي. أين الصعوبة؟ الطريق إلى الله عز وجل إخواني حقيقة طريق سهل. لا أدري هذه العبارة هل هي رواية أو حكمة، وعلى كلا التقديرين الأمر صحيح. لم أعجب لمن نجا كيف نجا، إنما عجبت لمن هلك كيف هلك. الهلاك هو خلاف الطبيعة. رب العالمين ما يفعل الله بعذابكم، الهلاك هو الأمر الغريب. وإلا نعم النجاة على القاعدة. فلنبدأ من هذا اليوم ببركة هذا الشهر الذي فيه ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ونسحب هذه 40 إلى شهر جماد الثانية حيث ميلاد ابنته فاطمة الزهراء عليه السلام.
بين ميلاد النبي وبين ميلاد بضعته الطاهرة هنالك 40 يوما. نحاول في هذه الأربعينية أن نغير النوايا فحسب. يا ربي أقوم بهذا العمل بهذا الداعي، أقوم بهذا العمل بهذا الداعي القربي، وأنا أعتقد أن هذا المقدار من أقل مصاديق من أخلص لله 40 صباحا، وانتظر بعد ذلك ينابيع الحكمة التي لا تنقطع أبدا. إلهي بحق فاطمة وأبي وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. أبلغ سلامنا في هذا اليوم إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام، لين قلوبنا لولي أمرك، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.